الأم الطيبة دي زوجها كان مريض، فاضطرت إن هي تروح تطلب فلوس من ابنها. راحت له البيت رحب بيها. زوجته مجرد ما شافتها كشرت واتضايقت جدا، فبيسأل مامته: انتي محتاجة حاجة؟ قالت له: انا محتاجة منك فلوس عشان اشتري علاج لوالدك. فزوجته ردت وقالت لها: مش لما ترجعي الفلوس اللي انتي مستلفاها في الأول؟ فزوجها طبعا اتضايق جدا من الرد ده وبصلها كده بس مرضيش يرد عليها، وكمان الطفل الصغير اتضايق من رد والدته. فالابن قال له لأمه: ارتاحي، انا هجيب لك حاجة تاكليها، كل حاجة سهلة بعد كده. جاب لوالدته كيس مليان برتقان، والطفل الصغير جري على الأوضة وطلع الفلوس اللي كان محوشها وادى الفلوس لجدته، واخدت الست كيس البرتقان وخرجت. قعدت على الرصيف وهي زعلانه ازاي ابنها ما ادهاش حاجه. لقت الكيس مليان فلوس كتير جدا، كمان لقت جواب اللي بيقول لها: ما تزعليش يا امي من زوجتي، واي حاجه تحتاجيها انا موجود، ورب والدين احسانا. يا ريت ما ننساش فضل الام والاب علينا.